قبل ما نبدأ الفيلم ياريت تشترك في القناة يا صديقي وتدوس لايك وتعمل كومنت رايق. فيلم النهاردة هو فيلم غموض وخيال كوميدي اسمه سيمبل، جامد جدا يا صديقي. ياريت تشوفه للآخر وتقول لي رأيك، ولو عاوز فيلم معين الخصه اكتبه في الكومنتات. بيبدأ الفيلم براجل ياباني محبوس في غرفة فاضية ما فيهاش أبواب ولا شبابيك، وبتكون مليانة أزرار خيالية كل زر حكاية وخيال، وهو بيحاول يخرج منها. لما بيقرب من الحيطة علشان يستكشف المكان بيشوف حاجة غريبة شكلها غريب ظهرت من الحيطة، وبيحاول يستكشف ايه ده بالظبط، وبيدوس على الراس اللي قدامه بيظهر بعدها أرواح لأطفال صغيرة ملايكة وبيبتسموا. فضلوا ثواني واختفوا تاني، ولكن وهم بيختفوا بيفضل الجزء الغلط من جسمهم في الحيطة، وبيكون على شكل زرار لدرجة ان الحيطة بتتملي زراير، لكن كل زرار بموضوع وحكاية غير تاني، ودي بتكون مرحلة اسمها التعلم. ولما بيشم صباع ايده اللي لمس الزرار الغريب بيفضل يصرخ من الخوف وبيطلب المساعدة من اي حد لكن بدون رد عليه. وفي اللحظة دي قرر يجرب الازرار الغريبة علشان يشوف ايه اللي هيحصل تاني، وفي كل مرة بيدوس على زرار بينزل حاجة عشوائية للغرفة، من ميكروفون وفرشة اسنان ومزهرية كبيرة لحاجات تانية كتير. ولما بيدوس على نفس الزرار بينزل له نفس الحاجة. هنا بيعرف ان لكل زرار حاجة معينة، وعلشان هو عبيط شوية علق على زرار كتير علشان يتأكد. ولما بيدوس على الزرار اللي جنبه خرجت عربية صغيرة من الحيطة وبتضربه في رجليه، فبيفضل يصرخ جامد. الزرار التاني اللي بيدوس عليه بعد ما بيصرخ من الألم اتحول للخلفية واداه بومبا في وشه. وبعد ساعات بيجمع سيمبل حاجات كتير عشوائية في الغرفة، وهو بيرمي الكرة بيخبط زرار في الحيطة فبينزل له السوشي، وده بيحمسه اكتر لانه كان هيموت من الجوع. ولكن وهو بياكل اكتشف ان السوشي ناقص صلصة الاكل اللي هي صويا صوص اعتقد يا صديقي، وبيسأل الناس اللي حابسينه عنها لكن كالعادة بدون رد. اتضايق وفضل يدوس على الزرار بشكل متكرر لحد ما بقى قدامه 3 كيلو سوشي وبرضه من غير الصلصة. بعد ما استسلم للجوع بدأ سيمبل ياكل السوشي وبيكون لذيذ، وبعد ما خلص على كل السوشي وداس على زرار عشوائي نزل له صلصة السوشي اللي كان هيموت عليها، والموضوع ده خلاه يتجنن. ولما بيدوس على الزرار وهو نايم بيجيله النضارة ثلاثية الابعاد من ايام المدرسة، ولما بيلبسها بيشوف ملاك صغير وهو بيشاور له على منطقة حساسة، وبعدها بيفرح سيمبل جدا. ولما بيدوس على الزرار ده بالذات بيتضلم الأوضة وبيشوف عد تنازلي، وبعدها بتظهر خلفية كبيرة بتديله بومبة كبيرة بتقضي عليه. بعد ساعات بيفوق ولقى زرار على الأرض فبيجربها. زرار منهم كان مفاجأة كبيرة ليه لأنه فتح له باب في الحيطة. الراجل بيفرح جدا بالاكتشاف ده، ولكن من حماسه نسي الزرار اللي داس عليه علشان يفتح المخرج. بيجرب زرار عشوائي فبيشوف راجل أفريقي بيخرج من الحيطة جري وبيخرج من الحيطة التانية، والزرار اللي بعده نزل مية على راسه. وأخيرا لقى زرار المخرج تاني، ولما بيجري ناحيته علشان يخرج بيلاقيه اتقفل، والمحاولة التانية نفس الكلام. بعد كده بيكتشف ان الباب بيفضل مفتوح طول ما هو دايس على الزرار، وعلشان كده بيفضل يجرب طرق مختلفة يفتح بيها الباب وهو دايس على الزرار، منها انه يحاول يقصر المسافة لحد الباب على اساس ان شوية الصغيرين دول هيفرقوا، فبيحاول بكل الطرق منها الحبل وبعد كده العربية اللي بتكون طريقة فاشلة برضه. هو كل اللي محتاجه ان راس الزرار تكون لتحت، فبيقرر يحط المزهرية على راس الزرار، لكن الزرار بيعملها وبيرفع المزهرية لفوق. فبيوصل لفكرة هنا انه يملى المزهرية مية علشان تكون اتقل. اول فكرة بتجيله انه يملاها سوشي لانه عارف الزرار، ولكن بتتملى على الاخر لدرجة انه مش قادر يحركها من مكانها، وكمان مش هيعرف يعدي ايده منها علشان ينقص شوية من السوشي. فما بقاش قدامه حل تاني غير انه يطلع السوشي واحدة واحدة بعصيان الاكل. بعد لحظات وبعد ما شال منهم شوية حلوين قدر انه يشيل المزهرية ويحركها من مكانها. ولما قربها من الزراير نسي انهي الزرار كان بتاع المخرج، فبيحاول يدوس على الزرار عشوائي فيهم، فبيخرج الراجل الافريقي وبيخبط المزهرية برجليه بالغلط، فبيكسر المزهرية وبتتقسم نصين وبتبقى سوشي شاورما يا صديقي. في اللحظة دي سيمبل بيصرخ وبيحبط وبيحاول يحط السوشي على الزرار لكن بدون فايدة والراس بتطلع برضه. وبعدها حاول يغطي الزرار بلوح معدني وبيحطه فوق لازم لكن ولا اي حاجة. وبعدها خد شوية مسكنات ومهدئات وبيفرد ظهره وبينام على الارض. وبعدها بيصحى وبيحاول يغسل سنانه، فبيروح علشان يدوس على الزرار المية لكن داس بالغلط على الزرار تاني فبينزل له حبل من السقف، وبيلاحظ ان المود بتاعه اتحسن لان الحبل هيديه ايجابية شوية. فتح الباب واستخدم الحبل علشان يوصل بسرعة للباب قبل ما يتقفل، وفعلا نجح في كده وخرج من الباب. لكن للاسف بيكون في باب تاني خلف الجدار وبيكتشف انه مقفول كمان، فبيرجع تاني للغرفة بتاعته قبل ما الباب يتقفل لكن الباب بيخبطه، فبيضرب الباب برجله. فبيدوس على الزرار بيطلع منه مفتاح طاير في نص الغرفة، لكن المفتاح بيختفي برضه اول ما الزرار بينزل، نفس موضوع الباب يعني. هنا بقى الموضوع صعب عليه جدا لان لازم يشوف طريقة يكون المفتاح ظاهر في الغرفة ويكون الباب مفتوح برضه في نفس الوقت علشان يفتح الباب ويخرج. فاول حاجة لازم يعملها انه يشوف مفتاح الباب فين لانه اتلخبط كالعادة، فبيحاول يفتكر مكان ما رجله خبطت الحيطة وبيدوس على الزر الغلط فبيطلع كلب من الحيطة وبيفضل يهوهو عليه. ونفس الكلام مع المحاولة التانية وبيصرخ سيمبل من الخوف، لكن لحسن حظه في المحاولة التالتة بيدوس على الزرار وبيظهر المفتاح وهو بيراقب ايده وعينه على الزرار.
وبيروح يجيب حته سوشي علشان يعلم بيها الزرار ويدوس على الراس، واول ما بيعمل كده بيطلع له الكلب تاني وبيخضه لانه علم وداس الزرار الغلط برضه. والمحاوله التانيه لقى الزرار وبيواصل خطته وبيخلي الحبل يتدحرج علشان يوصل بيه للزرار، لكن الحبل بيكون قصير ومش بيطول. ولما وقع على الارض شاف مكبس كان نزل قبل كده وبيفكر انه يستخدمه، وبعد كذا محاوله فاشله بدات الدنيا تظبط معاه شويه، وخد نفس عميق وحرك نفسه وداس على زرار المفتاح، وبعد كده ظهر المفتاح خده واتحرك وداس على زرار الباب، وفعلا نجح انه يوصل للباب قبل ما يقفل، وعلى طول بيروح علشان يفتح باب الغرفه التانيه بالمفتاح، لكن وهو بيحاول يفتح الباب اتفاجئ ان في قفل تاني فوقه محتاج 3 ارقام علشان يفتح. الراجل اتجنن وصرخ ورجع تاني على الغرفه، وبرضه بيتخبط في الباب وهو بيقفل كالعاده، وهو في حاله صريخ بيمسك المكبس وبيخبطه في الحيطه فبيجي على زرار، وبيكون الزرار بتاع الراجل الافريقي، وهو بيبص على دماغ الراجل الافريقي بيلاقي 3 ارقام مكتوبين على راسه، فبيعرف ان دول الارقام السريه بتاعه الاف، وعشان الوقت ورا الباب محدود بيعمل سيمبل 3 محاولات علشان يفتح الاف، كل محاوله برقم لحد ما جمع ال3 ارقام، واخيرا بيكون قدر يفتح الباب الخلفي، واول ما بيفتحه بيكون باب الغرفه اللي وراه اتقفل، وبكده بقى محاصر في مكان صغير وكله ضلمه، وبتكون مساحته صغيره فمش بيعرف يكمل فتح الباب. بيكون سيمبل هنا محطم على الاخر وبيقعد على الارض وبيفضل يعيط، وبيفتكر النعمه اللي كان فيها قبل المكان ده والزراير والمتعه اللي كانت بتجيله منها، وعلى الرغم من انه كان محبوس لكن كان في مساحه بيتحرك فيها براحته، وفي زراير كانت بتسليه وما كانش مقيد خالص، ودلوقتي بيظهر انه ما كانش مقدر النعمه اللي كانت في ايده، زي كتير مننا مش بيقدر النعمه ولا بيحس بيها غير لما بتزول من وشه. وهنا بتكون خلصت مرحله التعلم، وفجاه بيحس بنسمه هواء من الباب اللي على شماله، ولحظه ما بيلمسه بيفتح معاه وبيكتشف انها فتحه مزيفه، وبسرعه عدى من الفتحه وطلع يجري، وبيوصل بعدها لممر غامض متعلق في الهواء وسط مكان كله ضلمه، وبيكون حاسس انه مات وبيتحاسب، ولكن بيفضل مكمل جري، ولما بيوصل للمخرج وبيخرج منه بيلاقي نفسه في غرفه تانية، وقتها بيكون شعره طول والوان البيجامه بتكون اختفت. الغرفه دي بتكون فاضيه هي كمان، والباب بتاعها بيقفل اول ما بيدخل سيمبل ليها، وبدل الملائكه الصغيره بيشوف ملائكه كبار بيختفوا في الحيطه، وبيتحشر الجزء الغلط من جسمهم برضه على شكل زرار. والمرحله دي بتكون اسمها مرحله الممارسه. والمشهد بعد كده بياخدنا لحته تانية خالص، لمدينه في المكسيك. في اسره هنا بتكون حاسه بالقلق على واحد مصارع من العيله اسمه إدجار ديمان، هيلعب مباراه مصارعه كبيره، ومرات إدجار ديمان بتكون عارفه ان جوزها هيلاعب مصارع اصغر منه في السن واقوى منه، لكن الجد بيقول لها ان المهم هو الخبره. بنته كارين بتاخده في العربيه وبتوصله لحلبه المصارعه علشان يستعد ويغير هدومه ويظبط نفسه. وفي المدرسه بنلاقي ان انطونيو ابن المصارع إدجار ديمان زمايله بيتريقوا عليه هو وابوها وبيقولوا له انهم فاشلين، وهنا كارين بترجع عشان تجيب الجد واخوها انطونيو علشان يشوفوا ابوهم، وبتمشي بعدها وبيدخل الجد والحفيد وبيلاقوا كراسي لنفسهم في اخر الحلبه قبل ما المباراه تبدا، وبيظهر هنا الفريق الاول وبيدخل الحلبه وبيحيي الجمهور، وبعدها بيدخل الفريق الثاني إدجار ديمان وصاحبه للحلبه. صاحب إدجار بيبدا المباراه بطريقه ممتازه وبيضرب الفريق الثاني، لكن بسرعه قدروا يتغلبوا عليه لان الاثنين كانوا بيضربوه لوحده، وفضلوا يسخنوا في إدجار ديمان علشان يدخل الحلبه ويضربوه لكنه رفض، وصاحبه هنا عمل خدعه خلى الفريق الثاني يضرب في بعضه، وخد الفرصه انه يهرب منهم ودخل مكانه إدجار ديمان. وإدجار ديمان بيكون محطوط عليه من الفريق الثاني وهم على وشك انهم يضربوه بالكرسي، بيضغط سيمبل على الزرار بيخلي إدجار ديمان يمد رقبته بطريقه سحريه، وبيضرب المصارعين وبيضرب الحكم والطفل وكمان بيخليه يضرب الجرس. وعشان مفيش نتائج سيمبل بيفضل يجرب زرار مختلفه، ولكن كل زرار هنا بيكون لحاجه بتحصل في الحياه الحقيقيه، ومنهم زرار خلى واحد من فريق ميتال يطلع النار على جمهوره في الحفله في لوس انجلوس، والزرار التاني بيخلي الساحر الروسي يفشل في اخفاء المساعده بتاعته، والتالت بيخلي راجل صيني يهوهو على كلابه. لو شايف عبوط اكتب في الكومنتات يا صديقي. وبعد كده سيمبل بيكون في لحظه الاستسلام لما بيشوف ضوء جاي من فوق، وبيلاحظ ان الغرفه دي ملهاش سقف عكس الغرفه التانيه، وبيشوف ملايكه طايرين. المره دي فكر انه يجرب فكره جديده، بدل ما يضغط على الزرار دي لا هو يستخدمها علشان يطلع على الحيطه. الخطه شغاله كويس، لكن في كل مره بيدوس على الزرار سواء بايده او برجله بتحصل حاجه غريبه في الحياه الحقيقيه، حيوانات بتقع، زهور بتطلع، فيل بيموت، وكل ما بيصعد اعلى التأثير بيكون اكبر على الانسان والنبات والحيوان. وفي الوقت اللي الراجل بيوصل فيه للقمه الراجل بيكون شعره ودقنه كبروا جدا، وما بيكونش محتاج انه يمسك لا الزراير ولا الحيطه، وبيلاقي نفسه انه ممكن يطير زي الملائكه، وباستخدام كل الخبرات اللي اتعلمها من مراحل التعلم والممارسه دلوقتي ما بقاش يختار عشوائي وبقى متحكم في اختياراته. وبنعرف ان الرموز الصغيره في حياتنا لما بنستخدمها ونتدرب عليها بنقدر نكون اقوى، وبتكون اقوى مرحله في حياتنا انها توصل للمرحله الاعلى اللي بعدها. ومع مرور الوقت بيكون سيمبل متحط بالريش الناعم بدل الحيطه والزراير الغريبه، وبيدخل بوابه نورها جامد بتدخله على الغرفه الاخيره. في الغرفه الاخيره في المشهد الاخير بتظهر في ظهر سيمبل خريطه العالم، وقدامه زرار ضخم جدا وبيكون على وشك انه يدوس عليه، والمرحله دي بقى بتكون اسمها مرحله المستقبل. وبكده بيخلص الفيلم، واشوفك الفيديو الجاي بالسلامه.
صحيح، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتكتب كومنت حلو. نسيت. يلا سلام.